مرحبا والنار بالعود مبداها اللحى عند ابو راضي عسى سنين ابو راضي طويله للضيوف وجهنا البيض يلحقها سحا والنصنا كل طيب مسوي له جميله في محل اللي مواقفها ما تمحى لابت من حرب ما هي شويه ولا قليله الوهب دراع جنب لي زاد النحا سيفي اللي عم طيح يعدل كل مله سيفي اللي عم طيح يعدل كل مله كل رجل تقدمت بالمستحام بني عما يسد من يشيل الثقيله العين يوم النبق عايدها بالراحه دون ربعه يصب الراس
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا ومعينا، والحمد لله كما أهدانا وإلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله ما غرد بلبل وصدع، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرورا وفرح. الحمد لله توالت نعمه وانصرفت نقمه. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله بالكتاب والسنة. الحمد لله جميع النعم بعد الهمم للجود والكرم. جعل لأهل القرآن منزلة، وأي منزلة ومنزلة رفيعة علية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيوخ وأعيان القبيل، أصحاب السعادة والفضيلة، رجال الفكر والعلم والأعمال، ضيوفنا الكرام حفلنا المبارك. يطيب المقام ببدء السلام، وتصفو النوايا ويحلو الكلام. تلك سجايا أناس كرام فوق التحايا ولو الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ليلة فاقت كل الأوصاف، ونالت على استقبال الحضور الكرام في هذه الليلة الموضحة وفي هذه الأمسية المباركة، والتي بلا شك بكم ومعكم وبحضوركم تتبارك. فأهلا ومرحبا بكم عدد ما سارت أقدامكم، وأهلا بكم عدد ما سارت أقدامكم، وأهلا بكم أينما حل نبع وفائكم. الأرض تشكو مسعاكم وتحملها، والبشر أقبل حياكم وحيانا. يا مرحبا من صميم القلب يا شكرا، شرفتمونا وأرسلتم حيانا. ضيوفنا الكرام في هذه الليلة المباركة في ضيافة واحتفاء الشيخ الكريم سيد القاضي بن منصور القاضي الوهابي الحلبي وأخوته وأبناء عمومته الكرام، وذلك بمناسبة زواج ابنيه الشابان عبد الله بن سيد القاضي الوهابي ومفعل بن سيد القاضي الوهابي. أصالة عنا ونيابة عنكم نتقدم لصاحب المقام والضيافة القاضي بالتهنئة والمباركة. أدام الله أفراحكم على خير وسعادة وصحة وسلامة. كما نهنئ العريسين عبد الله ومفعل ألف مبروك، ونبتهل إلى الله بالدعاء لكل واحد منهما كما أمرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أيها الحفل الكريم، نستهل احتفالنا بخير ما نستهله به القرآن الكريم، يتلوه عليكم القارئ حميدي بن عبد الله الوهابي. ورحمة الله وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
والسلامة حفل المبارك للحضور باقة ترحاب حارة فيها فرحة واعتزاز ونوماس وافتخار، ولعلكم تلحظون ذلك من خلال تغاسيل وتعابير وجوه أصحاب المقام والضيافة، وذلك باستقبالكم والترحاب والزهاء بكم. هذه كلمة لصاحب المقام والضيافة الشيخ سيد الراضي بن الراضي الوهبي، يلقيها نيابة عنه ابن أخيه الأستاذ ناصر بن مرزوق الراضي الوهبي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي قال فأبدع ومنع فأسبق، أحل لنا ومنع بما عباده في العاجل، ويدل على ما أعد لمحسنهم في العاجل. القائل جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، الذي حث على الزواج ورغب به قائلا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إدراكا منه صلى الله عليه وسلم بحقيقة الفضائل الشريفة، مبينا أنه مباهٍ بين الأمم يوم القيامة، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الكرام، نيابة عن الوالد والعم سيد الراضي الوهبي وعن أبناء راضي بن مرزوق الراضي، أتقدم بأسماء آيات التحية. فأهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا أيها الأكارم، ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وحيا أهلا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نهديكم تحية لو رفعت بعنان السماء لكانت القمر منيرا. نهديكم تحية لو نزلت من الأرض لكستها سندسا وحريرا. نهديكم تحية لو مزجت من البحر لجعلت يحمل الحلوكات قراءة سلسبيلا. أهلا بكل من قدم إلينا من بعيد وقريب، وكل من تحمل مشقة السفر فقط من أجل مشاركتنا هذه الفرحة التي اكتملت وجوهكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وحفظكم شرف لنا يبقي على حكمنا أنسا وسرورا. تبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة دارا لنا وإياكم. ذكركم الأكارم يسري ويسركم جميعا. يسعدني أن يسد أجمل التهاني وأعفى التنميات لسان هذا المساء عبد الله مثل أبناء سيد الراضي، ونقول لهم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ونسأل الله أن يجمع بين قلوبكم في المودة والرحمة، متمنين أن يتم الله عز وجل نعمته عليكم ويرزقكم راحة البال والسكينة، وأن يسعد قلوبكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا المبارك كما ذكرت لكم أن باقة الترحاب كلها فخر واعتزاز ونواس ترجمها الأستاذ ناصر بكلمات أبراهيم، ولأننا قبائل الجزيرة العربية ومن أبناء البادية فموروثنا القبلي في مثل هذه المظاهر والاحتفال والاعتزاز والنواس هي لغة الشعر والشعراء، أقدم وزارة إعلام عربية عبر التاريخ، فيها نسطر أمجاد القبائل والأحداث وأيام العرب الكبيرة في الجاهلية وفي الإسلام. ومن مظاهر احتفال قبيلة حرب العريقة هي مشاركة أبنائها الشعراء بكافة مظاهر الفخر والاعتزاز والفرح. أيها الأخ الكريم، قصيدة تنفيذية بهذه المناسبة يتفضل الشاعر أحمد بن صعب الراضي وهذه بإلقائها إليكم وليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسم الراضي من الوهوب والحظ نرحب بجميع القبائل، نرحب بكل العوائل والأسر من كافة المناطق. أهلا وسهلا بالجميع. يضيق المكان نعطيك خطة لكم والقلوب ترحب والداعي أحد. مرحبا باسم الراضي ومرحبا باسم الوهوب ومرحبا باسم حظ جميع. الله يحييكم تحياتكم. عن كل رجل لا تقدم تبلغ مستحى، عن بني عمه يسده ويشيل الثقيله، هالعين يمك عينها صرحه، قول ربعه يعصم الراس ويشق الفتيله، ما هو اللي كل ما نام يقضي مصحه، والتوالي من نهاره يكمل نوم ليله. مرحبا بالليل ما راح نصه وانتهى عن سيف ربي اللي حصول الجزيره. مرحبا بالليل ما راح نصه وانتهى عن سيف وربعي اللي حصول الجزيره. مرحبا والنار فالعود مبدا هلحه، عند مراضي عسى سنين مراضيه طويله، للضيوف وجيهنا البيت يلحقها سحه، والنصانى كل طيب مسويه جميله، بمحل اللي مواقفها ما تمحى، لا من حظ ما هي شوي ولا قليله. فالنهار الشين تكمل سياح الضحى، روسها نزلت القوم ما عاشت دليله، الوهوب دروع جنبي يا زلنا حسفيه اللي عم تحيي عندك الليله. فالنهار الشين الله يطول عمرك يا الله يسلمك الله يبارك استاذ جابك لنا. فالنهار الشين تكمل صياح الضحى، روسها نزلت القوم ما عاشت دليله، الوهوب دروع جنبي يا زاد النحى، سيفي اللي عم تطيحي عدل كل ميله، ويوم وقفت الشوارب تجيب ونلحى، فجعة الراضي تخلص حميله من حميله. القصيدة الثانية ردوا على اللي لقد
كل هيئة. مؤسسة ابن عم لاستقبال أبناء العمومة وأبناء القبائل والعوائل والضيوف الكرام صحب سالم للشاعر أحمد بن سعبد الراضي الوهبي. أيها الجمع الكريم، كما ذكرنا للشعر باقة ترحاب، وأيضا للشعر باقة مشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشعر تاريخنا مطبوع بكتابه، موثق أمجاد مقطع حق نسابه، والشعر عندي مثل سيرة عصا موسى ما ضربت البحر ولا توكابه. والشعر عندي مثل سيرة عصا موسى ما ضربت البحر ولا توكابه. في حفل شيخ الحليم سيرته عطره، يا مرحبا بضيوف الحفل واصحابه. ترحيب كنت سحايب خير دينيه من المشاعر على الاسماع صبابه. ترحيب كنت سحايب خير دينيه من المشاعر على الاسماع صبابه. عساه مبروك يا متعب وعبد الله، وعسى الليالي يطيب الفات جلابه. اخواني ان جاتكم هالفات خليكم ما فيكم اللي يسكن دونها بابه. اخواني ان جاتكم هالفات خليكم ما فيكم اللي يسكن دونها بابه. عند الوهوب ان تقدم شاعر منهم ما هو قادر عند انجاد هاللابه. كل القبايل لها قسم من العزه، والكل يفخر بقسمه ويتمنى به. وحنا يا ثارة الهيئة غشيناها، اعصاب تنحيها والله من اعصابه. وحنا يا ثارة الهيئة غشيناها، اعصاب تنحيها والله من اعصابه. يهوز الفارس قطا في نفسه، ورغم انها خير من ظنه بتكنابه. اقدم وشلناه وحصانه عطى هادي، يلعب سبيبه مع عنانه ومركابه. يهوز الفارس قطا في نفسه، ورغم انها خير من ظنه بتكنابه. اقدم وشلناه وحصانه عطى هادي، يلعب سبيبه مع عنانه ومركابه. تبكي كل النوايح في منازلهم، الفارس اللي ما يخدم من تعذابه. تبكي كل النوايح في منازلهم، الفارس اللي ما يخدم من تعذابه. مع دايحته طاح مثله 10 و10، والفن من الجيش والجزير هطابه. والياس تب الامان ونوخت بقعه، واحنا من اللي يحوش المال بحسابه. نعطي ونقبل اللي منه عطانا الله، ونسجد رب العباد ونتلو كتابه. في ظل عبد العزيز ومن ورث مجده، الكاسر اللي خذ حكمه بمغرابه. تمت وصلوا على احمد هذه الامه، شفيعنا يوم كل هاي بحسابه. سلام عليكم. وأيضا أرهج أبناء العمومة غير مستغرب هذه المشاركة، وأيضا الفرحة في مظهر من مظاهر الفخر والاعتزاز. أيها الحضور الكريم، ولأننا في المشاركات الشعرية ففي سماءات الشعر والشعراء أبناء قبيلة الراضي من الوهوب، قبيلة حرب عامة، وكل أبناء القبيلة وأبناء العوائل وضيوف الكرام ومتذوقين الشعر، نسعد باستقبال الشاعر الكبير الشاعر عبد الله بن فاضل الجاحي الماجد، الذي يشاركنا في هذه القصائد فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ومسيكم بالخير. انا والله جيت كزائر ولكن جربنا الوقوف قدام هالجيل. لا، ربعنا الوهوب يستاهلوا، ربعنا الحب كلهم يستاهل. ولا عندي قصيده الا القصيده اللي تعرف حرب يمكنها قصيده واحده. فبجيب فهي مساجله بيني وبين شكل.
وخلاص انا صراحه الحرب بدي اكرر هدايا. لو بعض الناس ما مشتهيها بس لكن عاد فهو يقول الشمري يقول بديت بسم لي سوق الرواعي سميت بديت القى المسكله وبديت كافر ما بدوها وصيت مختار من جلة المدينة كلها يا شيوخ شمر لابسي يا صناديد بحضوركم نشكر كريمة يقبلنا الشيخ طويلع بالمراجل طلع حيث طويلع الحربي على طريق إلين قال لكم محمد حصل الطيب كله فالحادث اللي صار ليلا على السيف 21 حصل ما حصل له ما بين متوفي وطالب تمادين قبل المدينة والجماعة كلها دري طويلع قال ما به مجاهيد نخر بوعه قال حنا هلل منهم 30 من الدم تفصيل نخر بوعه قال حنا هلل منهم 30 من الدم تفصيل كل قتل دم جوبه افتدنا وراحت على الطرق قصيدته طيبة وهو أطيب من قصيدته فأنا قريته مع الحب اللي قرأ بدأ بالعلم الطيب وقراه ربع لا حرب ولا قريته معه مو فيقول هذه رمزية ولا حقك أكبر الله عليك لا يقول بالليل بسم الله هبدا في معاني وشيل الطاروق قاف مبلد نستهله سكته وسوقلي على كيف مريض ومن ساق سوق اسواقه سوق قال له الشمري سكته بقراه اي وردت انا يا الشمري في محله ردت انا ما به عليك وما نزيد ما به عليك وما ادخل نستغل حسب السوق السايره والتقاليد جزا ردت انا ما به عليه قلت وبيت وفي معاليك تمجيد لطويل على الحربي وهو ذله طيبه ورده زيت ولد بها الشيخ يقول محمد ولد من شايفين نشترك فيما قلت من غيره تحديد يا شاعر الوجبه منهج للشاعر باسم شمر تكلمت من فيدي وبينت للواقع صحيح الادله بحضور شيوخ من قبيلات لكن شمر فخر من شمر العلم كله شمر جلب واضحه دخول المواريد شمر على سبت المعادين عله شمر ربيع الضيف وقت المزاهيد كلكم بواجبه ومعنى اللي قلته وانا مالي وراهم مقصير الا وفي الوافين نافي مبلغ آفي معك بيقول جمله وتفريد نهجك صحيح ومنهج يميد له يا شاعر انك شوف شمر مساريد جاراك من شوخ الحروب سندله ربعي قبيلة حرب من غير تفريد ربعي قبيلة حرب من غير تفريد كل المقامه يحتمي ما قبله للصاحب احلى من ما شرع الغيد ودورة رحاهم للمعادي تخله يوم الفعايل دمنمج والبوريد قطعانهم عشب الخضر يرتع له ترى بلاعا وتمشي ولقي معضف من محلد وعن محله وعلى الركايب مع طويل الجراهيم كم عد خصم بالحروب ومدله معضف شيوخ ما تحب المداعين على اكوارهم هاوزات الظله سجن الصحاري مع رباط المسلمين سجن الصحاري مع رباط المثالين اتلاف مع شيخها وجبرله وبيوتهم يمدها كل بعدين يوجد بها قوت الضعيف ونرله توسع عصا العالي احفاظا على الكيف وكل سمع رعى العصا مش فصله شهد لهم شاعر بوعاء وعبيد وطشيد الضغط من شاه دله سته ويمن طوحه تكسر الحي واسمت نصايبهم وفيسهم عصرنا واسمن يخلي الطيب الفعل تخليد حطوا عليهم وكرات لهله شاهد
يا ابو ماجد نبي الأستاذ المقدم ما أتركب على شغل، لكن القصيدة من قراية الأرض اللي يتعلق في صدر كل حد معنوية نتباطل فيها، ولا هي غريبة اللي يجيب حصانة بالإحصان. قصيدة طيبة على وباسمي وباسم الراضي وباسمهم كلهم هدية بسيطة على هالقصيدة اللي عبرت عن صدر كل حد، لكن صبرة تستاهلها يا ابو ماجد. على الله يطول عمرك واليوم يصير فيها ولو انها قديمه يجددها الوقت. والله ما ترجع والله انتهى. تحيه مره اخرى للشاعر الكبير عبد الله بن فاضل ثاني على هذه القصيده. انا حقيقه ما اصرف هنا حتى اقيم، هذا منبر من منابر الشعر في الجزيره العربيه معروف ابو ماجد، وايضا كما قال الشاعر احمد بن اصحاب القياسي ان القصيده هذه تقلد بكل او وسام منصات كل ابناء العموم اختصارا بهذه القصيده، وايضا هذه العقليه صح لسانك ابو ماجد، وكاني ادخل بمشاعر ابناء العموم اختصارا في هذه المشاركه وقبلها في تشريف الوحده لهذه المناسبه. شكرا لكم ايها الحفل الكريم، ولاننا ايضا مره اخرى في سماعات الشعر ومواجهه ايضا هذا الحماس في مشاركاتنا الشعريه. الشاعر عطر الرويعي وهذه ايضا لديه مشاركه شعريه في سماعات الشعر، فليتفضل ابو معاذ مشكورا ماجور. مرحبا أبرك السعادة الله يحييك في محلي محل المعاد لازم محل اليوم الله يحييك جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. بارك لك السلام الله يبارك لك. استاذ مرحبا بالطيب وهو الطيب طيب حولك الطيب الناس عزيز الطيب، وانا اللي احسن معزز ومعزز عندي مشاركة بسيطة يقول صار هذه سيما هجرة الناس والتفكير، وانا حالتي بالصمت معني مصبرها وكثر التسبيح لله بالتكبير وصلي على محمد وسلم وكبرها على الفكر والتفكير مرتاح للتعبير بنات الفكر بطاعة ربها قابلها حد هدفها كما تعرض على التصوير على كيف يحدد الجوز وحولها. أحدد هدفها قبل تعرض على التصوير وعلى كيف يحدد جوزي وصورها يصل راعي خير مجبور دفع الخير يمسك بين الخير والشر خيرها بوجه الطريق التوفيق تسير الهواء وما تعلم أبي وجهتي وفضلت التوفيق تسير الهوافي ما تعذر ووفر هذا بالله بقصد وصف القافية تسخير نبي نطلب اسماع الجماعة ونشكرها ونبي نطلب اسماع الجماعة ونشكرها. سلامي على الحضار مع خالص التقدير وسلامي على غيار ربعية وحاضرها. سلامي عليهم كل ما عبد الدعسير وسلامي عليهم كل ما هالماطرها. سلامي عليهم كل ما هالماطرها وسلامي عليهم سلامي عليهم كل ما هالدعسير وسلامي عليهم كل ما هالماطرها لهم قدر وسط الصدر مع اكبر التغيير روح المودة والمحبة مشاعرها وترديها اللي تجمع الربع. عندي غير صراحة ما تقدر توصف احساس شاعرها. هذا ودمنا واحد هذا ودمنا واحد هذا ودمنا واحد بين العروق يسير يشهد سنان الراح في وقت حاضرها يوم السنين جاء والموت دون البيل كميدين نعطيها وكميدين نكسرها. كميدين نعطيها وكميدين نكسرها. يا جال الزفيرة يا جال الزفيرة شاهد العصر
رجال الفكر والعلم والأعمال، ضيوفنا الكرام، شكرا على حضوركم وتلبيتكم دعوة صاحب المقام والأقوال والأفعال والضيافة وأنصاتكم لهذا الحفل، ونعتذر إن كان أطلنا في برنامج اليوم. الباقة الثانية لصاحب المقام والمقال والأفعال والضيافة الشيخ سيد القاضي المرزوق الراضي الغفي الحربي وأخوته وأبناء عمومته الكرام، شكرا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الغير مستغرب على هذه القبيلة العريقة التي ارتقت إلى معالي السمو والرفعة والتواجد والحضور، فلا يستغرب الكرم عندما يأتي من أهله الأوفياء الأجداء. الباقة الثالثة هي للشابان فرسان هذه الليلة، الشاب عبد الله والشاب متعب أبناء الشيخ سيد القاضي الغفي، نكرر لهما التهنئة ألف مبروك، وندعو مرة أخرى وندعو الله لكما بالتوفيق في حياتكم الزوجية. ألف مبروك. الباقة الرابعة هي لحبيبي وصديقي وأخي راضي بن سيف بن راضي الغفي. أعتز بهذه الصداقة وأعتز بهذه الأخوة، وأتشرف أن أحضر هذه المناسبة، مناسبة زواج شقيقين، ليس أنا وحدي فقط، نحن زملاء العمل، وما هذا إلا ثمار ونتاج محبتك يا أبو سيف، وما هذا إلا نتاج أفعالك، ولولا غلاك وطيبك وكرم أخلاقك ما جينا حنا أخوياك. أيها الحفل الكريم، بعد نهاية برنامج الحفل يتشرف أبناء العموم من قبيلة الراضي الوهوب في أبيات شعرية في صفين متوازيين في أداء أيضا تعبيرا عن فرحتهم. وأيضا بعد وجبة العشاء هناك أغنية الحفل من كلمات الشاعر أحمد بن سعبة الراضي الغفي وأبو ياسر، وأداء المنشد عساف الروبي. في الختام أطلب من الأخوة الحضور اللي شاركونا بالتصوير والسنابات مشاركة هذه السنابات عبر الخريطة في سناب شات، حتى يكون هناك في الخريطة أو العلامة حقت الخريطة تكون ملفتة للنظر حتى يشاهدها بقية المشاهدين في سناب شات، ونفتخر بذلك. نحمد الله حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فن
الضيوف وجهنا البيض يلحقها سحا، والنصنا كل طيب مسوي له جمله، في محل اللي مواقفها ما تمحى، لو بتمن حرب ما هي شوية ولا قليلة، الوهب دراع جنب لي زاد النحا، سيفي اللي عم طيح يعدل كل ملا، سيفي اللي عم طيح يعدل كل ملا. كل رجل لا تقدمت بالمستحام، بني عما يسده ما نشل الثقيله، العن يوم النبق عايده بالراحه، دون ربعه يعصب الراس ويشب الفتيله، ما هو اللي كل ما نوم يبطي ما صحبته، واللي من نهاره يكمل
الشوارب تجدون اللحى فزعة الرضي تخلص عميل من عميله الوهوب تروح جنبي يا زاد النحاس في اللي عم طيحي يعد الكل ميله يوم وقفة الشوارب تجدون اللحى فزعة الرضي تخلص عميل من عميله فزعة الرضي تخلص يا حي ليل جاب لي علم جميل الخاطر الليلة تونس وانطرب يا حي ليل جاب لي علم جميل ليل الهدى والهم بعد واقترب من فرحتي كاني تعديت المخيل وانا على الداعي ما صد ولا هرب بجيه لو بيني وبينها 1000 ميل ليل الهدى والهم بعد واقترب من فرحتي كاني تعديت المخيل وانا على الداعي ما صد ولا هرب بجيه لو بيني وبينها 1000 ميل من دور الاعذار جعله للجرب جمعتها واحرقت فيها بالفتيل نهار مجد لا انجلى ولا غرب انا زبون الطيب وانا له وكيل من صلب عود للكرم اهل ومرض لو كان ما يملك سوى المال القليل ما عليكم زود نفطار عزبة بني عمي ومقدام الشرب تلثك سعد والراس ما يرجع الليل من الجحاد اللابتي وصل العرب عزبة بني عمي ومقدام الشرب تلثك سعد والراس ما يرجع الليل من الجحاد اللابتي وصل العرب قحطان ربعي هم زبنت الدخيل مبروك مبروك يا متعب يا حلال الكرم مبروك يا اللي فزعتك تشفي الغليل اليد همتك مبروك يا متعب يا حلال الكرم مبروك يا اللي فزعته تشفي الغليل اليد همته شد محزمه وكرم جمايله فيني عدد تمره من الخيل واخوك عبد الله على الضاله قرب ثم وصلها رجل ما عنده مستحيل عيال عود كل ما الوضع اخترب وقفت في اللازم قضى حسين سبيل اخوك عبد الله على الضاله قرب ثم وصلها رجل ما عنده مستحيل عيال عود كل ما الوضع اخترب وقفته في اللازم قضى حسين سبيل حرب الدول قوم ترد اللي حرب من عادها في سن سيف وعسب خيل ثقالهم من يوم خلقوا منشرت عشاقة الناموس والفعل الجزيل انا قبيلة حرب اقدرها ورب البيت والقران والخوة دليل والله العظيم والله ما يحل لي قال عمرك قاعد اغتسل والله ولا عمركم كل قاعد عمركم من بالبصر قاعد المروح من بالبصر وريحتي صار قاعد عمرك طويل والله انك مطلق وتبعات قاعد نفطر والله انا من ضيق والله محلاتكم تشرب ما يدخلها قاعد عمرك طويل